والبركات والسركات والحركات فرح خراشي ولا زي اللي تبقى من النوع ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده والفيديو ده لكل ست حاسه ان خلاص انا مليت، انا عايزه اجدد بقى. اجدد ازاي معاه؟ انا حاسه بملل يا دينا، انا عملت كل حاجه، انا مش عارفه اعمل ايه تاني، انا مش عارفه اتصرف، كل حاجه بقت معروفه، كل حاجه معاه عاديه. انا عايزه اجدد. الراجل بيحب الست المتجدده جدا جدا، مش بس في الشكل، اساليني انا بقى، مش بس في الشكل، في كل حاجه، في كل حاجه. انت اساس كل حاجه. فانت لو النهارده ملانه زهقانه، حاسه ان خلاص العلاقه بقت فتره مش حلوه، في فتور ما بينكم، اختك ماما جايه تديكي 5 نصايح والله الزبد دقه، والله هتجيبلك من الاخر. اسمعي بس انت كلامي، امشي ورايا ومالكيش دعوه. واهم حاجه عندي انك تكوني انثى. ما كنتش بقول الكلام ده لوحده اصلا بالجعر، صوتها قد كده، تعلي صوتها على جوزها، يضربها تضربه. والله العظيم 3، والله العظيم 3 بيجيلي مسجات كده، يا دينا ضربتي لا ضربتي جوزك، رميتيه علقه. والله العظيم. يعني ايه؟ يعني ايه ضربتي جوزك؟ يعني ايه شتمتيه بمامته؟ يعني ايه تقولي له اهلك واللي جابوه؟ يا لهوي، لا لا لا، مش من ادبنا ومش من تربيتنا ومش من اخلاقنا، مش من حاجه خالص. فانا عايزه تكون معايا اللي بتسمعني هنا في الفيديو ست ليه؟ في مفاجاه في اخر الفيديو، مفاجاه حلوه لفيديو حلو هقول لكم عليه في اخر الفيديو، هيخلي لك والله العظيم 3 اي راجل انت عايزاه. لو انت مخطوبه هتخلي خطيبك ده في ايدك عامل زي الدبله كده، بصي لابساه على طول. ولو جوزك والله العظيم 3 جوه هنا كده، عيناه جوه. ولو انت بقى لسه في حد عينه يعني عارفه لو عينك منه كده، هتعرفي تجيبي بنت حد عندك والله العظيم 3 اختك بتقول لك اسمعي كلامي وامشي ورايا. فانت مهتمه بقى بالفيديو، كملي معايا الفيديو. لو انت اول مره تشوفيني، سبسكرايب بتاعتك بقى، نوريني بقى، هنا في زبد. فيلا تعالوا معايا نبدا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا الفيديو بتاعنا. عايزه اقول لك ان الراجل بيحب التغيير جدا جدا، يحب الست اللي معاه كل فتره كده في حاجه غريبه، في حاجه جديده عليها، ولكن مش في الشكل بس. امال في ايه؟ جينا في كله ماما، في كله ماما، في الشكل واللبس والطريقه والاسلوب والتفكير والحركات والمركات والسركات والحركات. فرح والله العظيم فرح. ليه؟ الراجل دي طبيعته. فانا لازم اكون ست ذكيه. حلاوتها انك تكوني ست ذكيه ضعيفه. انت ذكيه بعقلك، قويه بعقلك، لكن ضعيفه اللي هو ايه؟ ما اعرفش، انت اللي عارف، انت اللي قايل، انت وانت مثلي والله. يعني انا مش عارفه اقول لكم ازاي، بس خليكي كتكوته. عارفه الكتكوته؟ خليكي كتكوته معاه. اول حاجه خالص هقول لك عليها، غيري من وقت للتاني في شكلك. دي اكتر حاجه الراجل بيحبها، اكتر حاجه الراجل بتلفت انتباهه. لون شعر جديد، تمام، اعملي شيب حلو، ارسمي تاتو قمر، حطي هنا دمعه كريزه، اعملي ميل في ضفرك، في رجلك، في اي حاجه. خلاص بالنسبه للشكل، قصه جديده تفرق. ولو جوزك بيحب الشعر طويل، طولي شعرك، اصبغي لون حلو. اساليه في وقت من اوقات كده بتحب لون ايه في الشعر، نفسك تشوف عليا لون ايه، مش حابه وعايزه تعملي مزاجك فيه، بس مجرد هو ايه حاجه جديده اعملي. ده بالنسبه للشكل للحركات. طب بالنسبه لللبس، يحبك من وقت للتاني تغيري لبسك، طريقته، حاجه جريئه. متعود انك تلبسي على طول بيجامات وبرموده ومش عارفه، هوبا مره واحده لبست حاجه على طول تلبسي. ايه ده؟ في ايه ده؟ مش ستايلك اهو، حبيت اغير. ايه رايك في ده؟ جديد مختلف. هيحبه، ولو حبه هيجيب لك منه كتير. بيحب كده جدا جدا جدا. ده الراجل بيحب الحاجات اللي هي متغيره. ممكن في حاجات ما ياخدش باله منها على طول، اظهرها له انت. يعني الراجل بيشوفنا كتله، الراجل بيشوف الكتله جثه على بعضك، ما بيشوفش التفاصيل. احنا نركز في التفاصيل، البت دي حاطه ضافر وضافر، لا البت دي مش عارفه ايه، لا الراجل بيشوف الموضوع جثه كامله. تمام، ده كان بالنسبه للتغيير. اللي بعد كده انوثتك، لو هي بنسبه 50% خليها 70%، لو هي بنسبه 70% خليها 100%.
ازاي يا دينا؟ برفانك، اناقتك، شياكتك، ريحتك، الحاجات اللي هي فاهمه، خلخالك، تفاصيل صغيره قوي 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 بتفرق، تديكي انوثه، بتعلي هرمونات الانوثه عندك. كوبايه اليانسون الصبح لازم كل يوم عشان صوتك اللي عامل زي الخنشري ده يكون ميمي سيسي، عارفه انت الحاجات دي اعملي، عارفه لو بتتكلمي زي البطبوط كده. والله العظيم دي كلها حاجات بتبقى انوثه حلوه مع ست واخده بالها من نفسها، قمه الدلع، قمه الرهوانات اللي هتلاقيها في البيت بجد. المفاجآت الصغيره بتفرق جدا معاه، بتفرق جدا. اكله بيحبها، رساله جريئه مش واخد منك على كده، هديه صغيره، ليله حلوه، مفاجاه صغيره، مفاجاه بيحبها، حاجه بيعزها، عامله لك النهارده كيكه الشوكولاته، النهارده في مفاجاه. طريقه كلامك الجديده المتغيره معاه مهم جدا جدا، تتكلمي معاه بطريقه كلام مختلفه، سواء لو انت شويه هاديه بتتكلمي معاه بطريقه كلام جريئه شويه، يتخض، ايه ده، غريبه، جديده عليكي، في ايه، مش طبيعيه، في حاجه، طب انت كويسه، والله عادي، وفي وانا عشان بدلعك شويه بس. فعارفه انت اللي هو بيحب كيكه الشوكولاته، النهارده ليك مفاجاه حلوه قوي، ما تاخرش بعد الشغل. ولو عند حماتك بص، ما تاخرش، اول ما يروح ما تاخرش عشان النهارده محضر لك مفاجاه حلوه، جه على بالي حاجه كده فقلت اعملها، هستنيك. خراشي ولا الرسايل اللي بتبقى من النوع ده، ده ممكن يسيب القعده ويجيلك، ممكن يسيب صحابه ويخسر في الجيم بتاع البلاي ستيشن ويجيلك. عادي جدا، عادي جدا والله، عادي جدا جدا جدا. اشغلي بالك واشغلي حالك بنفسك. يجيب من الاخر العلاقه الخاصه تجددي فيها بشكل او باخر، العاب زوجيه، اوضاع، ايا كان حلالك بتاعك، ما هنقول ايه، حلالك بتاعك ماشي. ماليش في التفاصيل، مش هخش في تفاصيل مش بتاعتي، محتوانا معلومه بس، مش مياسه وقله ادب، بس يا ماما اركني على جنب، انت واحده مش عارفه حاجه فاركني انت على جنب. جددي في العلاقه الخاصه، كل ما جددتي فيها وبسطتيه وانت بتعملي ده بانبساط، الحياه بينكم هتبقى احسن ما يكون. الاوضاع، الالعاب الزوجيه، الحركات، القصص، الروايات، الشو، الحركات اللي قبل دلع، قاعدين قاعده حلوه، اسمها قاعده حلوه، مهم جدا 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 معايا. اهتمي بنفسك، ثم نفسك، ثم نفسك، ثم نفسك، اوعي تيجي على نفسك، اوعي تيجي على نفسك، اوعي تيجي على نفسك. لو جيتي على نفسك هيركنك، لو اهتميتي بنفسك والله لا يهتم بيكي ماشي. دي قاعده، دي حاجه مهمه. اوقاتكم مع بعض لازم تكون مميزه، مش مجرد قاعده وشويه لب وخلاص، لا، ده ممكن تجيبي القهوه معاها الشوكولاته الدارك الشوكليت وتاكليها النم والهم النم ماشي. ممكن نعمل كب كيك ونكتب عليه الحروف وتصوروها، الذكريات بتاعتك، مش عايزه ما تحطيش في حته، داري على شمعتك، عايزه كل فين وفين حصلي نفسك 100,000 مره، مش هقول لك انكتني، مش هقول لك اتداري، اتبسطي بس بطريقه صح، حصلي نفسك ويا رب ومش عارفه ايه، مش لازم بس اعملي كب كيك وعليها حرف وحرفك، اعملي مثلا جربوا حاجه جديده، اعملي مشروب جديد، جددي. الراجل ممكن ينعش معاك، ممكن يكون راجل اصلا يعني شايل هم الدنيا في الشغل، بس مجرد ما انت عملتي كده هوبا، لا ده انا عايزه افوق لها، انا مش عايزه تحط عليا، والراجل يحب كده جدا، يحس الست معاه فايقه فيقوم فايق لها، الست معاه نايمه كده مش واخده بالها، لكن لما يحس ان انت فايقه، لا ده انا فوق لها، لا تقول عليا ايه، خيخه، وانا مش راجل خيخه، ده انا ست رجاله. اخر حاجه معانا ودي اهم حاجه في الموضوع كله، خليكي دايما مش مفهومه. يا لهوي يجينا حتى مع الراجل جوزي، ايوه، خلي دايما يحس انه عندك جديد، حتى لو ما عندكيش، دوري على جديد، دوري وما تمليش وما تزهقيش، ابسطي نفسك وحياتك يا جماعه. الحياه دي انت كده عشان تبسطي فيها، ترضي ربنا فيها، دي علاقتك الزوجيه مع جوزك، حياتك كل ما يعني ما تركزي فيها اكتر وتبسطي نفسك وتبسطي جوزك، ربنا يديكي والله العظيم حسنات، والله العظيم دي حاجه مهمه جدا. حسسيني انت مش مفهومه، عندك كل جديد، ايه هو مش عارفه، فكر وتعالى، خمن، لو خمنت ليك عندي مفاجاه، ليك عندي شويه من هنا، لا من هنا، فاهمين؟ بس يا فده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. دي حاجات حرفيا بتفرق جدا جدا في تجديدك مع جوزك والعلاقه، وبتخلي ترجع لك تاني الحيويه والنشاط والدلع. الفيديو اللي جاي ان شاء الله حلو جدا جدا جدا، ولكن قولي لي ايه اكتر حاجه حسيت انها ممكن تغير مع الراجل في العلاقه ما بينكم، او ايه حاجه جربتيها حسيت انها فرقت معاكي، ولو عندك معلومات تانية اكتبها لي تحت في الكومنتات. والفيديو اللي جاي ان شاء الله هقول لك عن لغه الجسد اللي حرفيا بتحرك الراجل ناحيتك وبتخليه مش قادر على بعدك، او بمعنى اصح بتخليه سخن على طول. ده لو انت بقى عايزه تخليه بيلف على نفسه مش عارف يبص يمين ولا شمال. استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.